الاجتهاد بالعبادة والرغبة فيما عند الله عز وجل والشح بالوقت الشريف أن يمضي دون كبير استفادة، ذلكم لأن الإقبال على الطاعة نصف الشهر وما بعده دليل على زيادة الإيمان وقوته. إن الله تعالى يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فبتلاوة القرآن والاجتهاد في الطاعة يزداد الإيمان ويقوى وتعظم الرغبة فيما عند الله جل وعلا. الثاني إن كون الإنسان تبدو عليه أمارات الكسل والملل، هذا دليل على ضعف الإيمان ودليل على النقصان. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فوالله لن يمل الله حتى تملوا. فلا ينبغي المسلم أن يظهر الملل والسآمة والكسل ويتأخر، هذا ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو من أخلاق المنافقين الذين يتسللون لواذا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. الثالث أن الإنسان يدرك أنه إذا مضى أكثر الشهر فما بقي إلا الأقل، فيحرص على أن يجتهد في صالح العمل من أجل أن يعوض النقصان، حتى يعوض نقصان الشهر، يكون في زيادة العمل تعويض النقص. هذا العاقل يهتم بهذا الأمر وهذا الجانب.